أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضاء الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. تطور زراعة الخضر والفاكهة في البلاد. وزارة الصحة تقيم أنشطة النظافة البيئية. تربية الدواجن في إقليم جنوب البحر الأحمر تحقق نتائج مشجعة. تمديد حالة الطوارئ في اليابان للحد من انتشار كورونا. مقتل 25 بعملية أمنية ضد عصابات مخدرات في البرازيل. دول أوروبية تشن الحرب على المافيا بتهم تهريب المخدرات. أهلا بكم للتفاصيل. أعلنت وزارة الزراعة تحقيق تقدم ملحوظ لتنمية الخضروات والفواكه. وأوضح مسؤول تنمية النباتات في وزارة الزراعة السيد أرمياس أسملاش أن عدد المزارعين المنمين للخضر والفاكهة زاد بنسبة 7 أضعاف وزاد بالتوازي الإنتاج. وأشار إلى منح الأهمية لتنمية البطاطس والبصل والفلفل الأحمر والطماطم والخس من الخضروات، والبرتقال والليمون والمندرين والموز والباباي والجواف والتمور والمانجو من الفواكه. وقال أن خزانات المياه الصغيرة والكبيرة المشيدة والتي تشيد حاليا في مختلف مناطق البلاد تسهم في توفير مصادر المياه لتنمية البساتين. قيمت وزارة الصحة في ورشة عمل عقدتها تنفيذ برنامج إصحاح البيئة المجتمعية ومكافحة العادات الضارة بحضور الوزراء وحكام الأقاليم ومسؤولي الاتحادات الوطنية وممثلي وزارة الصحة في الأقاليم. وأوضحت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في افتتاح الورشة التي نظمت يومي 6 و7 من مايو في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال أن العمل جاري لضمان إصحاح البيئة والحد من التقوض في العراء وتنفيذ برامج الإصحاح منذ عام 2009 في جميع الأقاليم بالتعاون مع المنظمات العالمية. وذكرت العمل لتنفيذ مرسوم إصحاح البيئة الصادر عام 2018 على مستوى البلاد ونتيجته إنجاز بناء المراحيض بنسبة 60% في البلاد كافة. وقالت أن جهود قوية بذلت بالتعاون مع المؤسسات الشريكة لإزالة العادات الضارة وتأثيراتها في الجدول الزمني الموضوع. من جانبها أوضحت مندوبة صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة في إريتريا الآنسة شاهين نيولوفر، أوضحت الأهمية الصحية لاستخدام المراحيض، قائلة أن الحملة حققت نتائج مشجعة في إريتريا. وقدم في الورشة شرحا موسعا حول تطور النظافة البيئية المجتمعية في الأقاليم الست وحقوق الأم والأطفال ومكافحة العادات الضارة المتمثلة في ختان الإناث وزواج القاصرات. وبحثت الورشة نواقص البرامج المنفذة والبرامج المستقبلية وأصدرت قرارات وتوصيات. حققت أنشطة تربية الدواجن في إقليم جنوب البحر الأحمر نتائج مشجعة. وأوضح مسؤول الثروة الحيوانية في الإقليم السيد هبت مريم أبراهام أن الإقليم شهد برنامج توزيع الفراخ بداية من ديسمبر عام 2020 في 3 دفعات، وقد وزعت حتى الآن 25,000 فرخة بعمر شهر لأكثر من 1100 شخص. وأضاف بأن الفراخ الموزعة في 3 مديريات في الدفعة الأولى بلغت مستوى الإباضة وإنتاج اللحوم وتوجد في وضع جيد. في الختام ناشد السيد هبت مريم المزارعين لتخزين علف الدجاج في فترة البرودة وإعداد العلف الأخضر بزراعته في مناطقهم. وذكر المستفيدون من البرنامج تحسين حياتهم المعيشية من الفراخ الموزعة لهم، مشيرين إلى أن الأسماك ذات الأحجام الصغيرة النامية في الشواطئ البحرية المعروفة بوزيف تساهم في غذاء الدجاج بدور كبير. استشهد يوم أمس الجمعة 7 من مايو المناضل عثمان محمد آدم باع القط عن عمر الناهز 78 عاما جراء مرض ألم به وهو تحت العلاج في مستشفى تسني. التحق المناضل عثمان باع القط في صفوف جبهة التحرير الإريترية عام 1965 وانضم في العام 1970 في صفوف قوات التحرير الشعبية.
وخدم بتفاني وإخلاص لشعبه ووطنه في القوات المقاتلة وأجهزة التنظيم. وبعد الاستقلال عمل مديرا لعلي قدر في مديرية تسني، وسرح في العام 1994 من العمل الحكومي ليسير حياة مدنية. والمناضل الشهيد عثمان محمد آدم بعلقط رب أسرة وأب ل8 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم 8 مايو في مقبرة الشهداء في مدينة تسني. واستعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل عثمان محمد آدم بعلقط، تقدم تعازيها الحارة لأسرته ومحبيه ورفاقه. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل مثل نوافيكم بالأنباء العالمية. أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا أن حالة الطوارئ في البلاد التي فرضت من جديد في نهاية أبريل في 4 مقاطعات بينها طوكيو للحد من انتشار كورونا سيتم تمديدها 3 أسابيع حتى 31 من مايو. وبالإضافة إلى طوكيو التي يفترض أن تستضيف الألعاب الأولمبية خلال أقل من 80 يوما، و3 مناطق أخرى فرضت حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما إيتشي وفوكوكا بحسب سوغا. وعلى الرغم من إجراءات الإغلاق الثالث أكثر صرامة من المرتين السابقتين في اليابان، فإنها تبقى أقل من دول أخرى في مختلف أنحاء العالم. وتسجل اليابان راهنا زهاء 5300 إصابة يومية، فيما يتسبب الوباء بوفاة حوالي 10500 شخص منذ بداية عام 2020. قالت الشرطة أن 25 على الأقل قتلوا، بينهم ضابط شرطة في مدينة ريو دي جانيرو في إطلاق رصاص خلال مداهمة استهدفت مهربي مخدرات بحي جاكاريزينو. وأظهرت لقطات تلفزيونية مشتبه بهم على أسطح البنايات في الحي الفقير يحاولون الهروب بعد دخول الشرطة في عربات مدرعة وتحليق طائرات هليكوبتر بالمنطقة. وأضافت الشرطة أن شرطيين 2 آخرين أصيبا وبعد الحادث، وهو الذي يعد أدمى عملية منفردة للشرطة في ريو دي جانيرو التي عانت لعقود من عنف عصابات المخدرات في أحيائها الفقيرة. أعلنت إيطاليا عن عملية واسعة للشرطة ضد مافيا كالابريا المتخصصة في تهريب المخدرات في عدة دول أوروبية، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا وإسبانيا ورومانيا. وقال أن العملية المسماة بلاتينيوم ديا بتنسيق من مديرية التحقيقات الوطنية لمكافحة المافيا ومكتب المدعي العام في تورين الإيطالية المتهمين بالاتجار الدولي بالمخدرات. وشارك في العملية على الأراضي الإيطالية أكثر من 200 من عناصر و100 شرطي مدعومين بطائرات هليكوبتر ووحدات متخصصة وفوج عسكري، فيما انتشر 500 عنصر في الدول الثلاث الأخرى بحسب المصدر نفسه. وقالت المذكرة أن السلطات صادرت أصولا عديدة قيمتها عدة ملايين يورو. قالت شركة بلو أوريجينال المملوكة للملياردير جيف بيزوس أنها تستهدف 20 من يوليو لإطلاق رحلتها السياحية الأولى في الفضاء على متن سفينتها نيو شيبرد، والتي ستمثل لحظة فارغة في منافسة للدخول في حقبة الرحلات الفضائية التجارية الخاصة. وأضافت الشركة أنها ستتيح مقعدا في أول رحلة لها للفائز بمزاد يتواصل عبر الإنترنت لمدة 5 أسابيع، سيتم التبرع بعائده للمؤسسة الخيرية التابعة لشركة الفضاء. ونيو شيبرد مصممة لحمل 6 ركاب إلى ارتفاع أكثر من 100 كيلومتر فوق الأرض للفضاء، وهو ارتفاع يكفي لتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق ورؤية انحناء الكوكب قبل عودة الكبسولة إلى الأرض بمساعدة المظلات. هكذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد اللقاء تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.